هتوفر عليكي وقت ومجهود، وبأي بتنجان عندك من مطبخك ومن قلب تلاجتك هتعملي احلى فطار، احلى غدا، احلى عشاء. لان بصراحه الجو صعب جدا واحنا عايزين ننجز يومنا. بس نبتدي يومنا بالصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي رسول الله. لو انت اول مره تشوفيني الاشتراك في القناه، تفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زوجات من قناتي باي روتين بنزله. ولو انت دايما بتشوفيني، اللايك المتين بيشجعني قلب اختك كده. زي ما انت شفتي انا جبت بتنجان. البتنجان ده كان عندي يا بنات. وانا بصراحه ابتديت اليوم كده ايه، ان انا عايزه اعمل اكله تكون سريعه، ويعني لما حد فينا يجوع ناكل منها يعني وكده. وفي نفس الوقت مش عايزه اطبخ اي طبيخ خالص لان الجو مش مستحمل، ولا طبيخ ولا وقفه في المطبخ ولا اي حاجه. جبت بتنجانتين كده، كان عندي حوالي نص كيلو بتنجان، قطعتهم ونقعتهم في ميه وملح زي ما انتوا شفتوا. وبعد كده جبت يجي نص كيلو قوطه زي ما انتوا شايفين، او كيلو الا ربع كده. وقطعتهم برضو ايه صغير كده زي ما انتوا شايفين. اللبن بقى انا علقت على اللبن كده عشان نعمل كوبايتين شاي بلبن. نشربهم. الاكله دي تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء. طعمها تحفه، وممكن تحطي فيها حاجات تانية وتضيفي لها حاجات انا مش حطاها. بس يلا بينا نشوفها بقى بنعملها ازاي. قطعت القوطه وقطعت البتنجان ونقعته، وهنقطع من اي فلفل عندك، فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل احمر، اي فلفل عندك قطعيه. جبت حله كده على النار، بس عايزه افاجئكم ان البوتاجاز فصل الانبوبه الحمد لله وانا بعمل الاكل. وبرضه طولت في المطبخ بسبب الانبوبه، بس الحمد لله غيرتها يعني. جبت شويه زيت كده وشويه سمنه، انا بحب الاكل عامه يبقى شويه زيت وشويه سمنه الاتنين مع بعض، بيدوا طعم حلو. وبعد كده رحت حاطه البصلايه كده، ما كانش عندي بصل كتير فدي كانت اخر بصلايه عندي، بس يعني سدت وعملت الواجب والحمد لله. وقطعت البصلايه كده، ومكترش البصل والبطاطس علشان ما يبوظوش عندي يا بنات في الحر ويسوسوا. هاتي على قدك الحاجه اليومين دول، لان الجو مش مستحمل اي حاجه عندك بزياده هتبوظ. فهاتي على قدك وقد احتياجاتك بس. المهم عملت كوبايه شاي بلبن، وبعت محمد كده جاب لنا كام شويه القراقيش دول من الفرن. هو كان عايز القراقيش اللي هي بتبقى بسمسم وملبن وكده، وطبعا انا عمري ما هعمل القراقيش دي في الحر. فبنجيب ب10 ب20. وبرده مش بكتر منها عشان لما بتقعد بيبقى طعمها مش حلو، بحبها سطح يعني. المهم رحت مقطعه البصل والفلفل الاول، اول ما البصل ايه اتبل معايا كده ودبل، ما احمرش بقى، بس ايه يعني خد الدبلان بتاعه كده، لونه ابتدى يغير. فرحت حاطه ايه الفلفل الالوان، وحطيت شويه سكر وشويه بابريكا وواحده ماجي وشويه بهارات فراخ. انا بحب بهارات الفراخ في الخلطه دي كده. الصلصه دي بقى ممكن ايه زي ما انتم شايفين انا هحمر البصله كويس بالفلفل يا دوبك، بس ايه مش يتحمروا، يتبلوا كده مع بعض. هروح حاطه الطماطم موطي عليهم زي الشمع يتسبكوا. طيب اللي ممكن نحطه بقى معاهم تاني، ممكن تحطي لو عندك مثلا صدر فرخه بايت كده عندك ولا حاجه، ورك فرخه، اي حاجه في التلاجة كده كانت بايته عندك، ولا اكله مثلا خد منها حته فرخه ولا حاجه، فتروحي حاطه ايه مقطعاها، وتروحي حطاها معاهم بعد ما تتسبك. وبعد كده تروحي محمره اللهم صل على الحبيب البتنجان. البتنجان زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا احمره واركنه على جنب. اول ما تتسبك خالص ممكن تحطي بقى حته فرخه عندك، حته لحمه عندك، حته لحمه مفرومه عندك، اي حاجه حطيها عندك بالتسبيكه اللي انت شفتيها دي. وبعد ما نحمر البتنجان هنروح حاطين البتنجان برضو مع ايه، مع التسبيكه اللي احنا هنعملها ايه، باي حاجه عندك يا دوبك، بس هي مش مسقعه. هي اللي عندك في حله واحده يعني، تروحي عامله التسبيكه، محمره البتنجان، حطاه في الحله، عندك حته فرخه، عندك حته لحمه قطعيها معاهم. بعد كده هنجيب بيضتين، وهنروح بعد ما البتنجان يتحمر كويس هنروح جايبين بيضتين وايه، ونروح انا حطيت 4 بيضات، ونروح حاطينهم على الوش، ونروح مغطيين بقى خالص. هنا بقى الانبوبه كانت خلصت وانا بعمل الاكل، فرحت ايه جايبه زي ما انتم شايفين كده المفك بتاع الانبوبه. وقلت اغير الانبوبه، انا على طول بغير الانبوبه الحمد لله ان انا بعرف اغيرها، لان انا لو ما بغيرهاش هفضل قاعده مستنيه بقى اللي يغيرها لي ومش هعمل الاكل. فالحمد لله انا غيرت الانبوبه. بس عايزه اقول لكم ان الجو حر حر حر، مش مستحمل اي حاجه. لو وصلت هنا يا قلب اختك ما تنسيش تعملي اللايك وايه والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. هنا بوريكم بقى ايه المطبخ يعني. بصوا الانبوبه وانا بغيرها، انا مبسوطه ان انا بغير الانبوبه على فكره. هنا بقى كنت بربطها كده زي ما انتم شايفين،
بس التصوير مش عارفة ليه كان بالطول مش بالعرض. المهم ايه، خدت وقتها معايا، الجو حر، المفك ما كان بيعلق، فرحت حاطة ايه في نقطة زيت كده، وابتديت ان انا اربطها عادي وانجز وقتي يعني. بس احلى حاجة ان انت تكوني متعلمة كل حاجة عشان ما تقفيش على حاجة. يعني احلى حاجة ان انت تكوني وقفتي على كل حاجة الانبوبه او بتعرفي اي حاجه تعمليها. عامه وقفتي على الانبوبة كده الانبوبه. بتتكلي على غيرك، ولو اتكلت على غيرك يبقى مش هتخلصي. الحاجة اللي في ايدك احسن من 100 حاجة في ايد غيرك. تاخديها بقى شعارك كده في الحياة، من يعني من تجارب الحياة معايا. استنتجت كده يعني. طبعا انا بجرب الانبوبة تمام ولا لا بالولاعة، وانا معرفش طريقة غير دي، فلو انتوا تعرفوا قولي بقى في الكومنتات. بس كده، وسبت بقى البتنجان يتحمر كده مع نفسه، يعني قلت يعني يتحمر كده مع نفسه. عقبال ما انا بقى صبنت الحوض، مسكت الحوض صبنته، وصبنت الرخامة، ورحت دلق شوية مية في الأرض كده، ودعكة الأرضية وكل حاجة وأنا واقفة. بصراحة الوقت اللي انتي بتدخلي فيه المطبخ ما تطلعيش منه إلا لما تخلصي كل اللي وراكي. يعني لو طلعتي وقعدتي قدام المروحة ودخلتي وطلعتي ودخلتي مش هتخلصي اللي وراكي، علشان الجو فعلا حر. فالشغلانة اللي نمسكها في ايدينا ننجز وقتنا ونخلصها، مش هتحسي بالوقت تماما. غير كده بقى اليوم هيبقى اطول منه مفيش يعني. فانا مسكت الرخامه كده دعكتها. انا عايزه اقول لكم ان اللزق اللي على الرخامه ده يا بنات والله العظيم تحفه 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 تحفه، يعني حلو قوي ومش بيقشر وبياخد وقت. يعني انا كنت عامله قبليه في الفيديوهات هتلاقوا لزق لونه اسود، شلته وغيرته بالابيض لما دهنت المطبخ. عندي برضو في القناه التانية على اليوتيوب يوميات دودو فاني، هتلاقي برضو روتينات كتير جدا وايه، وان شاء الله تعجبك. اتمنى انت تشتركي في القناه هناك برضو. بس كده زي ما انت شايفة بقى كده، انا ابتديت اغسل بقى الرخامة، بدعكها وبصبنها بالسلك وكل حاجة. وقلت ايه، اغرق كده الدنيا مية. دي حركتي في الطبيعي لان فعلا الجو فرهضة. وعايزة اقول لكم ان انا كمان واخدة مروحة حطاها في المطبخ، بس برضو الجو صعب جدا. فالجو فرهضة فرهضة يعني. يا رب الصيف ده يعدي بقى كده على ألف خير واشتقنا والله ليك يا شتاء. يعني يجي الشتاء نقول عايزين الصيف، يجي الصيف نقول عايزين الشتاء. بس كده زي ما انتم شايفين كده، ابتديت ان انا ادعك السيراميك بقى. اي مسحوق عندك ما توقفيش نفسك على حاجه، يعني حاولي على قد ما تقدري. اي بنوته لسه مقبله على الجواز واتجوزت كده وربنا يهدي سرك، الشيء وبديله. يعني ما تجيبيش مسحوق للارضيات ومسحوق للحيطان ومسحوق للهدوم ومسحوق للازاز. اللي عندك في مطبخك وفي بيتك اعملي منه وهتاخدي احلى نتيجه. عشان الوقت اللي احنا فيه تدبري وتوفري يعني هتكسبي كتير، هتكسبي كتير كتير يعني. مش هتكسبي طبعا ان انت تعملي حاجات كبيره، بس على الاقل خالص بيتك هيكون عمران من كل حاجه، وكل حاجه في بيتك وما بتقفيش على حاجه. دي شطاره هتبقى منك برضه، انت فاهميني يا بنات. بس كده ابتديت بقى امسح كده الارض كويس. وطبعا كنت غسلت الحوض وغسلت المواعين وغسلت الازايز ومليت الفريزر ميه. ورجعت تاني للبتنجان زي ما انتم شايفين كان بيتحمر اهو. انا ما بقعدش خالص وانا بعمل اكل. انا بصوا ايد في الحوض، امسح الارض، اغسل الازايز، املى ميه في التلاجة، املى الكولمن. عندي شويه غسيل انشرهم، ممكن ما اصورش كمان، بس انا بتبقى ايدي في كذا حاجه. ساعتين كده في قلب البيت بتخلصي كل اللي وراكي، غير بقى لما تمسكي التليفون وتقعدي شويه في المروحه وشويه تتفرجي على التلفزيون وشويه تتكلمي وشويه تزعقي، مش هتخلصي. بعد كده في الاخر حطيت شويه فلفل اسود، ورحت ايه، حطيت شويه بابريكا كمان عشان كنت حاسه ان لونها فاتح، ورحت مقلباها كويس موطيه عليها خالص زي الشمعه، عشان تطرد السمنه بتاعتها. اي ماده دهنيه لازم تطرد منها كويس، اي حاجه بتسبكيها علشان تبقى حلوه ومظبوطه. وبعد كده هحطها هي زي ما انتم شايفين، احط عليها البتنجان. البتنجان ما كانش لونه غامق ولا حاجه، هي الكاميرا اللي مغمقاه. وهروح مغطيه عليهم زي الشمعة يا دوبك، بس كده ياخدوا من طعم بعض. يعني البتنجان من طعم الصلصة والصلصة من طعم البتنجان. واروح حاطة البيض ومغطية. طبعا عندك بقى حتة جبنة رومي، عندك حتة فراخ، حتة لحمة زي ما قلنا، اي جبنة موزاريلا، وعايزة تحطيها على الوش حطيها، والله العظيم بتبقى طعمها تحفة تحفة تحفة. ممكن تضيفي طبعا بطاطس لو انت حابة. هي مدية على شكشوكة ومدية على مسقعة ومدية على اي حاجة عندك في التلاجة ممكن تحطيها. جبنة رومي بقى، جبنة موزاريلا، حتة لحمة، حتة فراخ، مش هتقولي. وكله في حلة واحدة يعني. أنا بصراحة يعني عملتها، أنجزت يومي كده ورشيت رشة فلفل أسود وخلصت إيه اليوم. صبنت المواعين اليوم دون، دخلت كده نضفت برضو، عزكم الله، الحمام اديته تنظيفة.
مسكت المطبخ والمواعين غسلتهم، طلعت نشرت شوية هدوم، غيرت الأنبوبة، عملت أكل. كل ده كان يعني على السريع كده، اللي هو ايه، انجاز يعني. لكن لو فرهدتي نفسك كل يوم طبيخ طبيخ وفرهدتي نفسك في المطبخ، يبقى مش هتعرفي تعملي اي حاجة في الشقة. فيوم كده ويوم كده لحد ان شاء الله ما الحر ده يعدي على ألف خير، بس عشان هو والله الاكل كان كده العظيم بقى، احنا الطبق الجميل دون، يعني وكنت استوينا عندي فعلا. ليمون كده عاملاه. لو عايزين طريقة الليمون المخلل برضو قولي في الكومنتات وهعملها لكم بطريقة تعجبكم جدا وتقعد معاكم بالفترات. يعني انا عندي ليمون مخلل من رمضان، حطاه في التلاجة حرفيا تحفة كأني لسه عاملاه دلوقتي. فطريقة الليمون المخلل اللي هو زي هريسة الشطة كده، لو عايزين طريقته في الكومنتات قولولي. طبعا هنا انا بفرغ ببطيء جدا، انا سايبه لكم الروتين ده كمان على الطبيعي عشان تعرفوا ان دي حركتي في الطبيعي، مش حركتي ان انا بسرع الفيديو. بس حطيت هنا بقى شوية كاتشب، كان عندي شوية كاتشب كده حطيتهم. لو عندك كاتشب، عندك شوية جبنة، عندك أي حاجة عايزة تحطيها تضيفيها عليها ضيفيها عليها، مفيش أي مشكلة. عامة الأكل ده بيبقى أذواق، والطريقة اللي انتي بتحبيها وبتعمليها هي بتبقى أحلى طريقة بالنسبة لك وبالنسبة لأهل بيتك. فاحنا بس بنشجع بعض بس مش أكتر. دي بقى كنت جبت البطرمان وبحط معلقة ليمون مخلل، وكان عندي مخلل برضو حطيته، وكده كان اليوم زي الفل. عملت أكلة حلوة برضو ونضفت الشقة وظبطت كل حاجة معاكم. يا رب يكون الروتين عجبكم. وهنا عملت بقى كوباية أناناس كده ساقعة بعد ما كنا. يا رب يكون الروتين عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك المتين عشان تشجعي أختك لقلب أختك، والكومنت الحلو اللي تصلي فيه على الحبيب وقولي لي عملت أكل ايه النهاردة وهتجربيها ولا انتي بتعملي الطريقة دي تعدي بيها اليوم عشان الحر. بس كده كنا بقى بنفرغ العصير، كان طعمه تحفة. عصير الأناناس، عصير الكنتالوب ده طعمه تحفة. يا رب يكون الروتين عجبكم. أشوفكم على ألف خير. ما تنسيش يا قلب أختك تصلي على الحبيب واللايك والاشتراك لو لسه ما اشتركتيش عشان دعمك يوصلني في عز الحر. الله يسلمك.